بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بحب أشكر حضراتكم على المتابعة وعلى اللايكات اللي انتوا بتعملوها لي، وبنحب نتكلم في البداية عن النادي الأهلي وعن مباراة النهاردة بتاعة فيوتشر. لو الأهلي النهاردة إن شاء الله بإذن الله حقق الفوز، هيبقى مطلوب منه اللي هو يكسب نادي الإسماعيلي الماتش الجاي ونادي الاتحاد، يبقى كده بالثلاث مباريات دول حقق لقب الدوري العام، ويقدر بعد كده يبقى ليه 5 مباريات يقدر يلعبهم مرتاح. يقدر يجرب لعيبه ما لعبتش كتير الموسم ده، يقدر اللعيبه اللي هي الاحتياطي، اللعيبه الشباب اللي عايز يشوفها للسنه الجايه قبل ما تطلع اعاره او يسيبوا النادي، يقدر يجربهم بحيث نقدر نستفاد الاستفاده الكبيره من الشباب الصغيرين او اللعيبه اللي ما لعبتش كتير قوي الموسم ده. طبعا الضجه الكبيره قوي اللي معموله امبارح والنهارده واول امبارح على الشناوي، واتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على الشناوي وقلنا احتمال كبير قوي اللي هو يطلع اعاره. الشناوي بنسبه كبيره جدا يعني امله اللي هو الاهلي يوافق له اللي هو يطلع اعاره سنه ويروح يلعب في نادي النصر في الدوري بتاع السعودي. الكلام طبعا متأجل بعد ماتش فيوتشر. لسه الاهلي بعد ماتش فيوتشر بكره بعد بكره ممكن ياخد القرار اذا كان هيقعد اذا كان هيمشي، عشان علي لطفي كان مطلوب في زد. طبعا الكلام وقف على علي لطفي اللي هو ما يروحش زد لغايه ما يشوفوا الشناوي، قرار الاهلي في الشناوي هيبقى عامل ايه. لو حتى الشناوي سافر بيفكروا في البديل بتاعه اللي هو ابو جبل تقريبا بنسبه كبيره قوي هيبقى بديل مناسب للشناوي. عقده مش كبير، هو عنده عامل بند كده في العقد بتاعه مع البنك الاهلي اللي هو لو دفع 8 مليون جنيه تقريبا هيقدر يفسخ العقد بتاعه، فسهل قوي اللي انت تدفع له 8 مليون وتجيب ابو جبل حارس كبير وكويس جدا، وكان عامل مستوى عالي قوي في الزمالك طبعا. وفي البنك الاهلي كمان عامل مستويات كويسه بتختلف مع الجون او حارس المرمى اكتر. الناس اللي قدامه خط الدفاع اللي قدامه طبعا بيحوش عنه كور كتير. لما يكون عندك خط دفاع قوي وكده بيحوش عنك كور كتير، والكلام ده كله بتفرق مع الحارس. دي قصة محمد الشناوي. القصة التانية في لعيب اسمه سماتة ده بيلعب في الدوري التركي. في كلام اللي هو يجي الاهلي. الصحافه في تركيا كلها مهتمه بالموضوع ده، وبيقولوا انه قريب جدا جدا من النادي الاهلي. هو كان بيلعب في مازيمبي واستون فيلا. هو لعيب صغير في السن مش كبير، لعيب هيدرز، لعيب قوي، لعيب مهاجم كويس، بيعرف يجيب جون، بيعرف سريع، بيلعب برجلين الاتنين. فلو جه الاهلي برضه هيبقى كويس ويخلص معانا القصه بتاعت موريكا. حتى لو موريكا ما جاش يبقى ده هيجي معانا. طبعا احنا عارفين ان حمدي فتحي خلاص سافر، ربنا يوفقه ان شاء الله. العقد بتاعه 3 مليون 250 الف دولار. في مميزات تانية 500 ألف دولار لو حمدي فتحي بنسبة المشاركة بنسبة الأهداف. لو الكلام ده دخل الأهلي كده يبقى دخله رقم كويس. 4 مليون دولار البطولة الأفريقية، إن شاء الله بإذن الله 2 مليون دولار بتوع كأس العالم للأندية اللي فات، مع كأس العالم اللي جاي الأندية الفلوس بتاعته هتبقى رقم كبير جدا دخل الاهلي. هنقدر حتى لو عايزين نشتري اي لعيب او ندعم باي حاجه هتبقى سهله جدا ان احنا ندعم. عندنا اللاعب الخلوق ايمن اشرف، طبعا العقد بتاعه خلص، هو لاعب محترم جدا، ما عملش اي مشكله في النادي الاهلي ولا مشكله واحده في النادي الاهلي، وده طبعا يشكر عليه. اللي بيتكلم عليه دلوقتي او اللي عايزه دلوقتي بقوه هو نادي الزمالك. يعني الزمالك دخل معاه في كلام كبير قوي اللي هو يروح يلعب في الزمالك، بس اللعيب ما بين وما بين لا، وتقريبا ممكن ما يروحش الزمالك عشان ما يخسرش جماهير الاهلي وعشان ما يخسرش النادي الاهلي. هو باصص لقدام شويه اللي هو ممكن يبقى موجود في الاهلي بعد كده اذا كان مدرب او يشتغل في النادي الاهلي. وطبعا شرف كبير لاي لعيب او اي حد اللي هو يشتغل في النادي الاهلي، مؤسسه محترمه ومؤسسه ومنظومه محترمة جدا، امورها كلها كويسة.
على حل كويس. فكله بيفكر او شاف اللعيبه اللي قبليه عملوا ايه، وهو مش عايز يكرر الموضوع ده. والايام الجايه طبعا هتبين موقفه، ان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا. شادي حسين الجديد بقى عند شادي حسين اللي الاهلي رافض يبيعه. ممكن يعمل معاه الاهلي، ممكن يطلعوا اعاره لمكانين، لسيراميكا او يروح زد. وبالنسبه الاقرب قوي اللي هو ممكن يروح زد. طبعا شادي حسين لعيب قوي وكويس، بس للاسف ما كانش ليه حظ كويس في النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقه ويروح زد سنه يرجع كويس وعنده ثقه. الحاجات دي كلها بتفرق مع اللعيبه يا جماعه والله. فان شاء الله باذن الله مش عارضينه للبيع، وهم عارضينه للاعاره اذا كان هيطلع اعاره او ممكن يكمل في النادي الاهلي. علي لطفي طبعا لسه اموره اتوقفت عشان خاطر الشناوي، لسه ما فيش ما بين ما بين لا هيطلع مش هيطلع. نشوف قصه الشناوي وبعد كده هيحددوا الموضوع بتاع علي لطفي. طيب في خناقه طريفه اول يومين دول، يومين كده، ما بين كابتن هشام حنفي وما بين كابتن اسامه حسن لاعب الزمالك السابق. خلينا نشوف الدنيا هتوصل معاها لايه، ايه اللي يحصل ما بينهم. نشوف الدنيا فيها ايه. هي خناقه طريفه كده ما بينهم هما الاثنين، شد وجذب، وان شاء الله ربنا يجيب الخير باذن الله. اعلان طبعا في نادي الزمالك، بالنسبه لنادي الزمالك اعلان اعتزال اللاعب المحترم محمد عبد الشافي عن سن 39 سنه. نتمنى له التوفيق والخير في الايام اللي جايه، وهو لاعب خلوق ولاعب محترم والناس كلها بتحبه، اهلاويه زملكاويه اسماعيلاويه اتحادويه مصراويه، كل اللي بيشجع كوره بيحب الراجل ده لان الراجل ده محترم. بالنسبه لابو الفتوح عنده عدم رغبه تجديد عقده مع نادي الزمالك. كان في كلام اللي في الايام اللي فاتت دي اللي هو يروح الاهلي، مضى الاهلي، لسه برضه ابو الفتوح ما حددش موقفه، بس هو عنده رغبه اللي هو ما يجددش في نادي الزمالك. وكان طلع اشاعات امبارح او مش اشاعات او تسريب كده، ايقاف دونجا لاعب الزمالك 5 مباريات عشان احتفاليته مع زيزو في اللي حصلت في الملعب وكده. ف لسه تسريب، لسه ما طلعش القرار. في النهايه ان شاء الله باذن الله كلنا نتابع النهارده المباراه بتاعه النادي الاهلي ان شاء الله الساعه 8:30. نتمنى الاهلي التوفيق. مستر كولر عنده طبعا خلفيه عن نادي فيوتشر، احنا تعادلنا معاه في الدور الاول. طبعا هو ما يتمناش قصه التعادل دي خالص، هو عايز ياخد ال3 نقط، عايز يخلص الدوري بدري. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ويكون حالفنا التوفيق النهارده وحليفه اللعيبه بتاعتنا، وان شاء الله نقدر ناخد ال3 نقط، نلعب كويس، نباصي بسرعه. محمد شريف لو كان هيلعب بيركز شويه على الجون. ربنا كريم ان شاء الله. واتمنى من حضراتكم اكون اتوفقت في الحلقه دي، واطلب من حضراتكم الاشتراك في القناه بتاعتي، واطلب من حضراتكم اللايك والشير، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.